فكره غلطه عند بزاف ديال العيالات. عندي تكيس المبيض، اذا ما نقدرش نحبل. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو هذا التكيس. هو واحد الحاله اللي كيكون فيه المبيض فيه بزاف ديال لي فوليكول صغيورين ولا بويضات اللي ما اكتملوش ولا ما نضجوش مزيان، وهذا الشيء كيخلي الاباضه ما كتوقعش بانتظام، والمراه تيبداو يجيوها دورات غير منتظمه ولا دي سيكل ايريغوليي، وتيرجع ليها صعيب تحبل بسهوله. ومن الاعراض اللي كنشوفوا بزاف مع هاد التكيس ان المراه كتزيد في الوزن بزاف، تيكون عندنا الزغب في واحد البلايص اللي ما مسانسينش بهم، بحال في اليدين، بحال في هاد البلاصه، بحال في هاد البلاصه. بعض المرات حبوب في الوجه، والدوره ما كتبغيش تنتظم. والتريتمون ولا العلاج راه تيتبدل على حسب الحاله. بعض المرات هي بشي شويه ديال الريجيم، شويه ديال السبور، واحد لا كاليتي دو في حسن، موان دو ستريس، بلوس داكتيفيتي فيزيك، راه كلشي تيتقاد. ولكن بعض المرات راه تنحتاجوا ادويه باش تنديروا ان ستيمولاسيون اوفاريان ولا تحفيز التبويض. وفي بعض الحالات المتقدمه تيمكننا نلجؤوا للتلقيح الصناعي ولا مشوار لا بروكرياسيون ميديكالمون اسيستي. رسالتي ليك راه تكيس المبيض ماشي حكم نهائي وانك عمرك ما تحبل، ولكن خصك ولا بد واحد المتابعه طبيه مناسبه، وان شاء الله حلم الامومه يتحقق.